عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من برنامج تصحيح مسار. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا أصبح بيشكل مشكلة قوية جدا في كل بيت. أنا برجح إن نسبة كبيرة من ظاهرة الطلاق اللي انتشرت في الفترة الأخيرة سببها سوء التفاهم في العلاقات الحميمية. سبب إن أنا اتكلمت معاكم على صفحتي على الفيسبوك في الموضوع ده. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن الثقافة الجنسية. يعني إيه ثقافة جنسية؟ اولا احب اوضح انه العلاقات الجنسيه ديت مش قله ادب، لانها سبب في وجودك ووجودي. لو انت شايف ان وجودك بتخجل منه ما تسمعنيش. انا دلوقتي بصور الحلقات اللي انا بصورها ديت باقل امكانيه، لاني بصراحه حاسه ان انا عندي رساله هادفه جدا بحاول اعوض بيها نقص الثقافه الجنسيه واحل بيها المشكله اللي أصبحت بتهدد كل بيت. حتى لو أنتم ما اعترفتوش بالمشكلة دي، بس المشكلة دي بقت مشكلة فعلا حقيقية موجودة في كل حتة في كل مكان. أنا قدرت إن أنا أكون على الساحة وأتحمل كل الانتقادات اللي توجهت لي. اتحملت الانتقادات والشكر وكل شيء لأني مؤمنة برسالتي. لو كنت وقفت أو توقفت عن الموضوع ده عشان في ناس بتعارضني وفي ناس بتدخل بتبقى فاهمة الموضوع ده بصورة مختلفة، كنت عملت زي اللي بيدفن راسه في الرمل ومش عايز يفكر في أي مشكلة في الموضوع ده وإزاي يحل. وخصوصا إن أنا واحدة ست، ففي ناس بتفكر الموضوع بصورة مختلفة شوية. أنا النهاردة قبلت إن أنا أبقى معاكم عشان أوصل رسالتي لكل الناس، لكل المجتمع، عشان أقدر أعمل حاجة أحل بيها أزمتك وأزمتي وأزمة الناس كلها. النهاردة أنا بوجه رسالة منى بوشنب. أنا هلتقي بيكم بعد الفاصل. رجعت لكم بعد الفاصل وهكمل معاكم عن موضوع الثقافة الجنسية. إزاي تكتشف زوجتك؟ إزاي تتعامل معاها؟ في شباب بتبقى داخله الموضوع ده من اول يوم من ليله الدخله، داخلاه ان موضوع تحدي، موضوع ان هو عايز يثبت رجولته وعايز يبان ان هو قوي وان هو جامد والكلام ده كله. عايزه اقول لك نصايح مهمه جدا. اول حاجه، ما تستقيش معلوماتك من لحد من اصدقائك، ولا تقعد تشوف افلام ولا الكلام اللي بيحصل ده كله. انا عايزاك تقرا كتير، اقرا العلماء، اقرا الدكاتره، ناس متخصصه وكتبت في الموضوع ده. اقراه من الناحيه الدينيه. مراتك مش آلة، مراتك انسانه بني ادمه محتاجه ان انت تتعامل معاها بانسانيه. انت لما تتعامل معاها واحده واحده هتكتشف شخصيتها في الموضوع ده وهتعرف تتعامل معاها صح. لان الموضوع ده لو يعني خد الموضوع ستيب باي ستيب، لان ده هيتبنى عليه حياتك بعد كده. عايزاك تعمل شويه حاجات في الاول عشان تطمن لها. حسس على شعرها، احضنها، حسسها بالامان عشان تفصل التوتر اللي بينك وبينها. وفي نفس الوقت ما تحاولش تشغل دماغك كتير، لان يعني الراجل عادة لما بيشغل دماغه بيتوتر بزيادة. لا، خلي احاسيسك هي اللي تتكلم. اطلع السلم واحدة واحدة، ستيب باي ستيب. حاول تجرب معاها كل حاجة. عايزاك تجرب معاها في الاول اي حاجة صغيرة وشوف هي هتستجيب معاك ولا لا، وهكذا. استجابت معاك اوكي، ما استجابتش معاك خلاص سيب الموضوع ده وفكر في حاجة تانية. ما تفتكرش ان انت هتخلص الدنيا كلها في اول يوم. لا، انت حياتك دي هتتبنى عليها أسس هتتفاهم معاها حياتك كلها بعد كده. يا سلام بقى لو انت اتناقشت معاها بعد الموضوع ده وكلمتها وخدتها في حضنك كده، لان خد بالك ان في بعض الرجال بيدوا ظهرهم للمرأة وما بيكلموش، وده بيبقى الست من جواها بتحس بإهانة. لا، خدها في حضنك بعديها واتكلم معاها بصراحة. قول لها يعني انت حسيتي بايه؟ احاسيسك كانت ايه؟ خليها اكسر الحاجز اللي بينك وبينها. ده هيخليكوا يعني في صراحة ما بينكم، هيوصلكوا لأفضل علاقة بينك وبينها. أنا جالي مشكلة صغيرة ما بين راجل كان متزوج من شهرين ومش عارف يتعامل مع مراته، لأن الموضوع ده مهم جدا. البنات بتبان إنها جريئة في كلامها، لكن أثناء العلاقة الجنسية نفسها
ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، لان زي ما انا قلت لكم قبل كده على صفحتي على الفيسبوك ان الامهات ما بتعلمش بناتها. فالبنت بتتكسف تتكلم مع جوزها في الموضوع ده، لما تيجي تتجوز بتتكسف تقول لا ما يصحش. لا، المفروض ان انت تكسر الحاجز اللي بينك وبينها وخليه صح. قول لها انا جوزك، زي ما قلت لك هي بتتكشف عليك اكتر ما بتتكشف على باباها ومامتها اللي هم مخلفينها اللي عاشت معاهم عمرها كله. فاكسر كل الحواجز اللي بينك وبينها، استجب لها وقول لها انت مبسوطه كده ولا لا. اتكلم معاها، قول لها يعني الحركه اللي انا عملتها دي صح ولا غلط. خليها تطلع مشاعرها، اتكلم باحاسيسك اكتر ما تتكلم بحاجه تانية. انا عايزه اقول لك ان اللي بتبقى حياته الجنسيه مستقره بتبقى حياته العمليه دايما في تقدم. انا هكمل معاكم بعد الفاصل. رجعت لكم بعد الفاصل وهكمل معاكم عن موضوع الثقافه الجنسيه، وهتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا جالي عليه اسئله كتير من بعض الرجال، هو موضوع الختان. ازاي الراجل يتعامل مع الموضوع ده؟ لان الموضوع ده احيانا او في معظم الاوقات بيكون سبب ان المرأة بتصاب ببرود جنسي. ازاي تتعامل كرجل مع الموضوع ده؟ الاول انا هديلكم بعض النصايح وهنمشي واحدة واحدة في الموضوع ده. قبل العلاقة لازم تتكلم معاها شوية، تدلع شوية معاها، تتكلم معاها شوية بحنية. حاول ان انت تتفاعل معاها. ولو انت في المشكلة دي حاول لازم تعرف ازاي تعالجها. اعتبر نفسك بتتجوز من اول وجديد، اعتبر نفسك ان انت دي اول مرة بتلتقي مع زوجتك في الموضوع ده، وهتمشي معاها خطوات الحل واحدة واحدة. تاني حاجة، فاجئها باسلوب جديد. حاول ان انت تجدد من نفسك، حاول ان انت تجرب معاها كل حاجة بالراحة وحتة حتة. شوف ايه اكتر منطقة عندها ممكن تصار منها، لان في ستات بتختلف من واحدة للتانية. انا بشجعك ان انت يعني ان انت تقدم على الخطوة ديت، ان انت تغير من نفسك بس بطرق سليمة. وايه هي الطرق السليمة؟ ان انت تقرأ كتير، تقرأ وتطلع بصورة علمية علشان تقدر تتفاعل مع الموضوع صح. انا مش جاي اقول لك ان انت تعمل ايه، مش هقول لك النهارده اعمل كذا او ما تعملش كذا، لان الموضوع احنا كلنا عارفينه وكلنا فاهمينه. لكن انا بشجعك ان انت تطلع وتقرا افضل من ان انت تتفرج على افلام وان انت حد يقول لك لا اعمل كذا او يعني تستشير حد من اصدقائك او الكلام ده، لان ده غلط. لان كل واحد بيختلف عن التاني، كل واحده بتختلف عن التانيه. فلازم تقرب قوي من مراتك وتبتدي تفهمها عشان تقدر تتعامل معها صح. ما تطولش في المقدمة، ما تتجوزش حد معين، حد تحس فيه هي بالملل من ناحيتك. حاول تشغل احساسك معاه. انت هتعرف ده بممارستك العملية اكتر من مرة. انا هحط لكم لينكات لبعض المصادر العلمية الموثوقة علشان تكون حياتك افضل من كده ان شاء الله. انا بقول للمرأة اعترفي بالمرض اللي عندك، اعترفي ان انت عندك برود جنسي وان انت مش قادرة تستجيبي مع زوجك عشان تقدري تتعالجي، علشان تقدري توصلي لمنطقة العلاج السليمة وتقدري تفهمي معاه، يعني تقدري تحافظي على جوزك. انا بكلمكم باعتبار ان كل الزوجات بتزعل لما ازواجها بيبصوا بره وان هم بيغيروا والكلام اللي انا بقعد اقوله كتير ده، ودايما يعني بتهم ان انا بهاجم المرأة وان هي باجي عليها كتير. بس انا باجي عليها لمصلحتها. لو انت عندك ابن عايزه يبقى كويس احيانا بتشد عليه علشان خاطر يطلع راجل، عشان خاطر يطلع قوي. انا بكلم الستات عشان كل واحده تحافظ على بيتها، تحافظ على جوزها. بقول لها ازاي او ايه الوسيله او ايه الحل ان انت تحافظي على جوزك. لازم تعرفي تتفاهمي معاه، تتجاوبي معاه، البسي له كويس. لما يجي يتدلع عليكي اتدلعي عليه، اعملي كل حاجه متاحه. لما يجي يتكلم معاكي في الموضوع ده ما تتكسفيش، ما تقوليش ما يصحش. في راجل جاي يقول لي انا بتكلم مع زوجتي وبقول معاها بعض الالفاظ الخارجه والكلام ده فبتتضايق. كل الاسلام محل لكل شيء ما بين الزوج والزوجه ما عدا المحرمات اللي احنا كلنا عارفينها. ارجوكم، العلاقه الجنسيه بتبقى عطاء ما بين الطرفين،
ما بيبقاش طرف بيتم اشباعه وطرف تاني لا. لو العلاقه كده بتبقى علاقه فاشله، وتاكدوا ان بمرور الوقت بيحصل فتور وبيحصل تجاهل، كل واحد فيكم بيتجاهل التاني، ومع مرور الوقت ممكن يحصل انفصال. وزي ما انا قلت لكم قبل كده ان اسباب الانفصال الحقيقيه هي العلاقات الحميميه، لانه لو احنا متفاهمين في العلاقات الحميميه، لو كل راجل متفاهم مع زوجته في العلاقه الحميميه، تاكدوا ان حياتكم هتبقى افضل بكتير. بتمنى ان انا النهارده اكون قدمت لكم حاجه كويسه، وبتمنى النهارده ان انا اكون قدمت لكم معلومات مهمه تهم كل بيت حفاظا على الاسره. تاكدوا ان انا بقدم لكم الموضوع ده وانا مقتنعه تماما جدا برسالتي اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. انتوا حضراتكم ما تتصوروش ممكن اكون بواجه قد ايه من المضايقات اللي بتجيلي على الفيس، او مضايقات بتجيلي في الواقع. انا ما بشتكيش منها، لكن انا بحبكم، بحب ان انا اساعد كل الناس، لانه فعلا بتمنى ان يبقى فيه انصلاح لاحوال بيوتنا، بتمنى ان يتم تصحيح مسار بيوتنا كلها. انا ان شاء الله هلتقي بكم الحلقه الجايه الاسبوع القادم من برنامج تصحيح مسار. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا لي لايك على صفحتي على الفيسبوك، وهستنى انضمامكم اكتر واكتر للجروب بتاعنا. هستنى مقترحاتكم، ممكن نتناقش في ايه، كلموا معايا بمنتهى الصراحه. انا ما بزعلش من الصراحه، ما بزعلش من الانتقادات. مع تحياتي منى بشار.